الحمد لله الذي وفق برحمته من شاء من عباده فعرفوا قدر مواسم الخيرات وعمروها بطاعة الله، وخذل من شاء بحكمته فعميت منهم القلوب والبصائر وفرطوا في تلك المواسم فباءوا بالخسائر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العزيز الحكيم القاهر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أقوم الناس بطاعة ربه في البواطن والظواهر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله ربكم واعلموا أن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهما خزائن الأعمال ومراحل الآجال، يودع الإنسان ما قام به فيهما من عمل ويقطعهما مرحلة حتى ينتهي به الأجل. فانظروا رحمكم الله ماذا تودعونهما، فستجد كل نفس ما عملت وتعلم ما قدمت وأخرت في يوم لا تستطيع به الخلاص مما فات. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها المسلمون، لقد قطعتم الأكثر من شهر الصيام ولم يبق منه إلا اليسير من الليالي والأيام، فمن كان منكم قام بحقه فليتمم ذلك وليحمد الله عليه وليسأله القبول، ومن كان منكم مفرطا فيه وأساء فليتب إلى ربه، فباب التوبة مفتوح غير مقفول. أيها المسلمون، إنكم قد دخلتم في العشر الأواخر من شهر صيامكم، فاغتنموها بطاعة ربكم الملك الديان. أحسنوا في أيامها الصيام ونوروا لياليها بالقيام، واختموها بالتوبة والاستغفار من الآثام، واسألوا الله العفو والعتق من النار. كم من أناس تمنوا إدراك هذه العشر فأدركهم المنون أي الموت، فأصبحوا في قبورهم مرتهنين لا يستطيعون زيادة في صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال. وأنتم أيها الأحياء الحاضرون قد أدركتموها بنعمة الله في صحة وعافية، فاجتهدوا فيها بالعمل الصالح والدعاء لعلكم تصيبون نفحة من رحمة الله تعالى فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعظم هذه العشر ويخصها بالاعتكاف في المسجد تفرغا لعبادة ربه وتحريا لليلة القدر التي قال الله عنها في كتابه: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ومعنى ذلك أنها خير من 30,000 ليلة أو قريبا منها، خير منها في بركتها، وخير منها فيما يفيض فيها المولى الكريم على عباده من الرحمة والغفران وإجابة الدعاء وقبول الأعمال. فاجتهدوا عباد الله في طلبها وتحريها كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه كان إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله بعبادة ربه. نعم، كان يفعل ذلك، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي هو أخشى الناس وأتقاهم لله
فكيف بنا نحن المفرطون المذنبون؟ فاجتهدوا عباد الله في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة، وتحروا خيرها وبركتها بالمحافظة على الصلوات المفروضة، وكثرة القيام، وأداء الزكاة، وبذل الصدقات، وحفظ الصيام، وكثرة الطاعات، واجتناب المعاصي والسيئات، والبعد عن العداوة بينكم والبغضاء والمشاحنات، فإن الشحناء من أسباب حرمان الخير في ليلة القدر. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر أصحابه بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين أي تخاصما وتنازعا فرفعت بسبب ذلك. واحرصوا على قيام الليل مع الإمام في أول الليل وآخره، وإذا قمتم من منامكم واجعلوا قيام آخر الليل بعد رقدة ولو يسيرة، لتكونوا بذلك من أهل التهجد، فإن التهجد إنما يكون بعد نومه. فإذا قمتم من نومكم فقولوا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، واذكروا الله وادعوه بما تيسر، وتطهروا وافتتحوا القيام بركعتين خفيفتين قبل دخولكم مع الإمام إذا لم يكن الإمام قد صلى، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا له، ولتحلوا عنكم عقد الشيطان التي يعقدها على كل نائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ أحدكم أي من نومه وذكر الله انحلت عقده، فإذا تطهر انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس. أما من جاء والإمام قد شرع في القيام ولم يصلي الركعتين الخفيفتين في بيته أو قبل الإمام، فإنه يدخل مع الإمام ولا يصليهما منفردا لئلا ينفرد بصلاة وحده عن الجماعة. أطيلوا أيها المسلمون الصلاة في الليل بالقيام، وأطيلوا القراءة وتدبروها، وأطيلوا الركوع والقيام بعده، وأطيلوا السجود والجلوس بين السجدتين، واجعلوا القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين مقاربا للركوع والسجود، ولا تفعلوا كما يفعل كثير من الناس هداهم الله، يطيلون الركوع والجلوس بين السجدتين مقاربا للركوع، ولا تفعلوا كما يفعل كثير من الناس هداهم الله، يطيلون الركوع ويقصرون عن القيام بعده، أو يطيلون السجود ويقصرون عنه بالجلوس بين السجدتين، فإن ذلك خلاف السنة. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. أكثروا يا عباد الله في الركوع من تعظيم الله عز وجل بقول سبحان ربي العظيم وغيره مما ورد، وأكثروا من تحميد الله والثناء عليه بعد القيام من الركوع حتى يكون قريبا للركوع، وأكثروا من الدعاء في السجود بعد قول سبحان ربي الأعلى وغيرها مما ورد، فدعاء الله في السجود حري بالإجابة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأكثروا من الدعاء في الجلوس بين السجدتين حتى يكون قريبا من السجود. وأحضروا قلوبكم في صلاتكم فرضها ونفلها، وأخلصوا في دعائكم، وألحوا على ربكم فإنه يحب الملحين في الدعاء لمحبته جل في علاه للجود والكرم. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، والشكر له على وافر نعمائه وعظيم إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى فيما تبقى من شهركم، فإنه ضيف قارب الزوال والانتهاء، وإنه سيكون شاهدا عليكم بما أودعتموه من أعمال، فمن عمل فيه خيرا فليحمد الله وليسأله المزيد والقبول، ومن فرط وأهمل فليتب فإن باب التوبة مفتوح، ولا تحرموا أنفسكم من خير الله، واجتهدوا فيما تبقى من شهركم، فإن الله عز وجل يحب من عبده التطوع وكثرة النوافل، فلا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. وإن سأل الله فإن الله يعطيه، وإن استعاذ الله فإن الله يعيده. فاتقوا الله عباد الله، وأكثروا من عبادة ربكم في شهركم، واعلموا أن الله قد شرع لكم على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في عشركم المتبقية من شهركم ما أشرنا إليه لكم من الاعتكاف. وإن الاعتكاف له مقصود أعظم، وهو التفرغ لعبادة الله عز وجل، وعدم الانشغال بأمور الدنيا، بل الانقطاع التام عن الخلق والاتصال بالله جل وعلا. فمن وجد في نفسه هذه الهمة فليعتكف خير له، ومن ظن أنها فيه ثم اعتكف ولم يجد هذه الهمة فيه، بل وجد من نفسه التفريط، فليترك الاعتكاف، لأنه سوف يفسد على غيره بكثرة انشغاله وبكثرة حديثه مع غيره، فإن هذا ينافي مقصود الاعتكاف. فليس مقصود الاعتكاف هو الاحتباس في المسجد دون التفرغ لطاعة الله، أو أنه النوم في المسجد، فإن هذا مفهوم قاصر لمعنى الاعتكاف. وإن الاعتكاف إنما يكون ممن يعقله ويدرك معانيه ومقصود الشرع منه. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما أمركم الله عز وجل به من عبادات على أصولها وعلى مقاصد الشرع منها، تكونوا من المقبولين بإذن الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تبغض وتأبى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وابرم اللهم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في بلدنا، اللهم آمنا في بلدنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه، وجنبه اللهم بطانة السوء، يا سميع الدعاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ونصيرا، نعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصرهم
انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بمن طغى وبغى وأكثر الفساد في الأرض، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم معينا ونصيرا، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم، اللهم يا رب العالمين عليك بمن طغى وأكثر الفساد والقتل في جميع المسلمين، فإنهم لا يعجزونك وأنت على كل شيء قدير. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا يا سميع الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.